السلام عليكم. لا شك أنه عند بداية قضية سعد المجرد لاحظتم أنه لم يتم نشر أي صورة له وهو في فرنسا أو أي صورة تتعلق بالقضية ما عدا هذه الصورة. ولعل العديد منكم يتساءل أين هو سعد لحد الساعة، ولما لم يتم حسم القضية والحكم على سعد المجرد أو تبرئته. أين هو سعد؟ أين وصلت القضية؟ وكيف هي حالته؟ متى سيعود إلى المغرب؟ ومتى سيخرج بتصريح إعلامي لجمهوره ليشرح ما حدث؟ سعد المجرد موجود لحد الساعة في السجن تحت الحراسة النظرية للشرطة الفرنسية، وهذا راجع لأن الفتاة التي ادعت أنه اغتصبها تتغيب عن جلسات المحاكمة، حيث أنه في كل مرة تحدد جلسة في المحكمة لتسوية الأمور يأتي محامي الضحية بشهادة طبية تثبت حالتها المتدهورة وعدم قدرتها على حضور الجلسة. أما الخبر الصادم في القضية فهو أن القضاء الفرنسي لا يسمح بإطلاق سراح المتهم بالرغم من تغيب الضحية عن الجلسة، وهذا لمدة محددة أقصاها 4 سنوات، مما يعني أن سعد المجرد يمكن لا قدر الله أن يظل في السجن لمدة 4 سنوات تطبيقا وخضوعا لهذا القانون الفرنسي. أما عدم تسريب صور القضية فهو راجع للحراسة المشددة للشرطة الفرنسية وحرصها على عدم تسريب تفاصيل أكثر حول هذه القضية، خاصة وأن المشتبه فيه هو مغني ذو شعبية عالية في الوطن العربي. جمهور سعد المجرد، عائلته وأصدقائه كلهم في انتظار حل لغز هذه القضية، والتي يبدو أنها إذا زادت عن هذا الحد فلن تكون في صالح هذا المغني المحبوب، وقد تهدد سمعته وشعبيته، خاصة إذا تم الحكم عليه بالسجن. نهاية هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في قناة The Moroccan TV. دمتم بألف خير.